لو بتذاكر بالساعات ومش شايف نتيجة، وأول ما بتخلص بتنسى ولا كأنك ذاكرت ولا كأنك فتحت كتاب، وحاسس إنك بتضيع وقت على الفاضي، فالمشكلة مش فيك، ممكن تكون في طريقة المذاكرة اللي أنت بتذاكر بيها. أنا شخصيا كنت بذاكر غلط لفترة طويلة لحد ما اكتشفت 3 أسرار غيروا طريقتي في المذاكرة. خلينا ما نقولش أسرار، هما 3 تقنيات أو 3 طرق بصراحة فرقوا معايا في المذاكرة، ولسه لحد دلوقتي أنا بتبعهم في طريقة المذاكرة بتاعتي في الكلية. وخلينا نقول لو استخدمتهم هيخلوك تستوعب المعلومات أسرع وتذاكر أقل وتنجز أكتر. وخلينا نبدأ بأول واحد. أكبر غلطة كنت بعملها وأعتقد إن في ناس كتير بتعملها، إن إحنا بنفتح الكتاب ونفضل نكرر ونحفظ في المعلومة على أساس كده اللي إحنا بنذاكر، وأول ما بنخلص ونقفل الكتاب ولا كأننا ذاكرنا حاجة وبننسى. طيب إيه الحل؟ الحل إنك تستخدم تقنية الأكتيف ريكول. هي إيه تقنية الأكتيف ريكول؟ ببساطة لما تخلص مذاكرة اقفل الكتاب وحاول تقول لنفسك أنت فهمت إيه من الدرس ده، وخلينا ناخدها ببساطة أكتر كأنك جايب طفل صغير قدامك وبتحاول تشرح له المعلومة. لو قدرت فعلا توصلها له فأنت كده فعلا فهمت الدرس، لكن لو ما قدرتش توصلها أو ما افتكرتش منه حاجة يبقى أنت كده ما ذاكرتش. فأنا عايزك دايما تتبع أسلوب اللي أنت مدرس. طب أنت دلوقتي مش قدامك طفل، مش ده المقصود. القصد إنك بالظبط تعرف تشرحها لنفسك. لو أنت قدرت توصل المعلومة دي أو قدرت فعلا تشرحها واتثبتت فأنت خلاص كده، أنت كده وصلت للمعلومة. لكن انك خلاص قفلت الكتاب وجيت تشرح ما عرفتش يبقى انت كده ببساطه فنكوش. والله بجد فنكوش. تاني تقنيه وهي البومودورو تكنيك. تقعد بالساعات بتحاول تذاكر وفجاه بتلاقي نفسك سرحت، وده لان المخ بيزهق من التركيز الطويل. وعشان تحل المشكله دي لازم تستخدم طريقه تذاكر فيها على فترات صغيره بتركيز اعلى. وعشان كده لازم تجرب تقنيه البومودورو تكنيك. تعال بقى اشرحها لك. تذاكر 25 دقيقة بتركيز عالي بدون تشتيت وتاخد 5 دقايق بريك. كرر بقى الحوار ده 4 دورات وبعدين خد راحة طويلة من ربع لتلت ساعة انت ومزاجك. الطريقة دي مش بس بتخليك تنجز بسرعة، لا بتخليك في تركيز كامل، وكمان مش بتخليك تزهق، وبصراحة بتنجز. ومش بس في مذاكرة، في أي حاجة انت عايز تنجزها حتى لو في شغل أيا كان، فهي بصراحة بتنجز. فأنصحك تستخدمها جدا. تالت تقنية وهي السبيست ريبيتيشن. ممكن ما تكونش سمعت عنها كتير بس بصراحة هي عملية جدا. وهي ايه؟ هي انك تراجع بس على فترات متباعدة. بمعنى ما تراجعش كل حاجة كل يوم تراجع نفس الكلام، فده مش هيثبت المعلومة. لكن لما بتراجع على فترات متباعدة عن بعضها مخك بيثبت المعلومة اكتر. هي بصراحة محتاجة فيديو كامل نشرحها فيه، فلو عايزين شرح مفصل ليها قولي في الكومنتات وبإذن الله اعمل فيديو مفصل عن التقنية دي. واهم حاجة وانت بتذاكر هو انك تبعد عن المشتتات، تشيل الموبايل او انك تقفله. لو بتستخدم الموبايل ممكن تعمل اللي هو تقفل الاشعارات. لو كنت بتستخدم اي تقنيه من دي ما تنساش تبقى تقولي في الكومنتات. باذن الله نتقابل في فيديوهات جايه كتير، فما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب عشان تبقى تشوف فيديوهات جايه. هسيب لك الانستجرام تحت في الديسكربشن لو احتجت مني اي حاجه. ما تنساش تبقى تبعت لي هناك نتكلم في اي حاجه انت عايزها. وما تنساش بقى تعمل لايك وسبسكرايب للقناه، واشوفك الفيديو الجاي. سلام.